أدري مبسوطين بالستة وما صدقتوا تشوفون هالمستوى من إنزاجي، لكن أنا مضطر هيئكم نفسيا للكارثة اللي تنتظركم يوم الاثنين. إي نعم، هذا راح نشوفه بكل مباريات آسيا، لأنكم لو لاحظتوا أن إنزاجي بكل مباريات الهلال الآسيوية يغير رسم التشكيلة وأسلوب اللعب ل3 سناتر، وأساسا الغرض من استقطابه هو الاعتماد عليه بآسيا. أستبعد أنه فقط لسد فراغ غياب كوليبالي أيام كاس أفريقيا، واللي يأكد هالشيء هو إصابة مالكم اللي أعلن عنها النادي قبل شوي، واللي غالبا بيغيب بسببها عن مباراة السد. فإنزاجي 100% بيلعب ب5 مدافعين، وللأمانة أنا متخوف لأن بابلو بأي لحظة ممكن ينكبك، يعني حتى لو نتقدم بفارق 3 طالما بابلو موجود فما في شيء محسوم. عموما النادي برضو أعلن عن إصابة كنو اللي مقدم مستوى تاريخي هالموسم، واتمنى يقدر يلحق، لكن إذا ما لحق فغالبا بديله سايمون بوابري اللي أعلن النادي جاهزيته اليوم، وعطونا التشكيلة والرسم المثالي بالنسبة لكم وبآسيا. ولا تنسون اللايك والمتابعة.